خلينا نتكلم عن أكثر الأشياء ظلما في كرة القدم، وهي لغة الإحصائيات. بمعنى ما ينفعش تدخل في جدال أو نقاش مع واحد شايف إن الكرة عبارة عن إحصائيات فقط، عبارة عن لاعب بيصنع أهداف أو لاعب بيسجل أهداف، لأنك لازم تعرف إن الكرة أشمل من كده بكتير جدا. فصل بينا على النبي وتعالى نشوف ليه دايما لغة الإحصائيات هي أكثر الأشياء ظلما في تاريخ كرة القدم. خلينا نبدأ بمثال بسيط كلوكا مودريتش. لو جينا نقارن لوكا مودريتش حاليا بصناع اللعب الموجودين في الدوريات الخمس الكبرى، هنلاقي ان لوكا مودريتش اقلهم من حيث الصناعه او من حيث التهديف. طب هل يمكن الاستغناء عن لوكا مودريتش والاعتماد على صناع اللعب بما ان ارقامهم خياليه؟ لا طبعا. يعني ممكن لوكا مودريتش في موسم يقفل له 10 12 جول ان كان صناعه او تهديف، اما اللعيبه الثانيه ممكن نلاقيهم واصلين 30 جول، وطبعا دول محطمين ارقام قياسيه في الصناعه. هل زي ما قلت لك ينفع نستغنى عن لوكا؟ اطلاقا لا طبعا، ما تقدرش تستغنى عن لوكا. لو جيت تحطه في مقارنه مع اي صانع لعب في العالم هيقول لك لا هختار لوكا مودريتش. يبقى انت شايف ان لغه الاحصائيات ظالمه بالشكل ده فعلا، والكوره اشمل من لغه الاحصائيات. مثال تاني، لو جينا نتخيل لاعب كتوماس مولر، تاني اكثر لاعيبه صناعه في تاريخ الكوره، هل بالشكل ده توماس مولر يصنف من افضل صناع اللعب في تاريخ الكوره؟ بالطبع لا، مع ان توماس مولر اكتر تاني لاعب صانع اهداف. لا، لكن لو جيت قلت لك حط لي زيدان او توماس مولر في التشكيله هتختار مين؟ هتروح طبعا تختار زيدان. طب ليه مع ان زيدان اقل؟ لا يا باشا، ما انا شايف ان الكوره احصائياتها ظالمه جدا، وشايف ان في لاعيبه تستحق تكون موجوده اكتر من الاحصائيات. حاجه ثالثه، لو جينا نبص مثلا على لاعب زي فيكتور فالدز، اللاعب الوحيد في تاريخ الكوره اللي ما دخلش فيها هاتريك، هل كده فيكتور فالدز من افضل الحراس في تاريخ كره القدم؟ بالطبع لا. تيجي نختمها مثلا بحاجه زي تاريخي ليونيل ميسي. خليني اقول لك قبل ما اكلمك عن ليونيل ميسي، خليني اقول لك ان في حاجتين مهمين جدا في كره القدم، حاجه اسمها الكي باسز وحاجه اسمها اللونج كي باسز. الكي باسز تمريره مفتاحيه، يعني انا مضغوط من 3 4 لعيبه ومش قادر اطلع بالكوره، وعملت تمريره واحده من وراهم قدرت ان انا افك التكتل اللي انا واقف حواليه، وقدرت ان الكوره توصل سجلت هدف. طب اللون كي باسس طبعا كوره مفتاحيه زي اللي بنشوفها دايما من ليونيل ميسي، بيلعب كرات طوليه في ظهر المدافعين، ويجي مثلا الباك يصنع هدف والمهاجم يسجل هدف. طب دلوقتي اللاعب اللي صنع الهدف واللاعب اللي سجل الهدف، لو ما كانش ميسي لعب الكره المفتاحيه ديت ما كانتش اتسجلت، او ما كانش اللاعب ده صنع اسيست، او ما كانش اللاعب ده كتب في تاريخه ان هو سجل هدف او ان ده صنع هدف. يبقى لازم تعرف فعلا ان لغه الاحصائيات هي اكثر الاشياء ظلما في كره القدم.